السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنت درت فيديو قبل ولكن ما هضرتش على القوة العضلية. حدي كنت بارطاجيت معكم بعض الفيديوهات وفكرت بانني خصني ندير فيديو اخر وخصني نهضر على هذا البلان ديال القوة العضلية. قبل ما غادي نبداو، اللي مازال جديد يدخل يشترك في القناة ويبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء، ويلا نبداو على بركة الله. كيف كتعرفوا ان القوه العضليه هي سر النجاح باش الانسان كيطور من الجسم ديالو؟ ملي كتمشي للاصال وكتريني. وكيفاش خصني ندير حتى انا باش تكون عندي القوه العضليه؟ هي انك ملي تدخل لاصال كتريني مثلا بواحد الاوزان معينه، كتبقى تزيد شويه بشويه باش كتبني داك القوه العضليه. انا كنهضر على الناس اللي هما طبيعيين، ما كنهضرش على الناس اللي تيكونوا كيضربوا كرياتين كيضربوا بروتين كيبان لكم واحد الجهد عندهم خيالي بزاف. لهذا كنهضر على الناس اللي هما طبيعيين اللي باغيين يطلعوا الميسكل ديالهم ويبنيو القوه ديالهم ويبنيوها طبيعي، واكل الربه ديالو جاي لاصال باش يتريني، ما عنده لا كرياتين لا حتى شي حاجه، جاي باغي يتريني وتكون حتى هو عنده ديك القوه العضليه. هاد القوه العضليه هي انك ملي كتكون مثلا انت مازال جديد في لاصال تدخل كتبدا بواحد الوزن معين، مثلا نقولوا كتبدا مثلا بالخمسه، انت كتلعب بالخمسه كتزيد سيمانه، يعني هنا خصك تبقى مجيري. يعني ملي كتزيد سيمانه خصني نلعب بالعشرة، ملي كضرب واحد 20 يوم خصني نلعب مثلا ب 12 او نلعب ب 15، وغادي وكتزيد وغادي وكتزيد. وفي نفس الوقت كتكون محضر الوجبات، في نفس الوقت عندك فترة الراحة اللي هي كتكون مهمة ديال الاستشفاء العضلي. وهنا كتلقى راسك كديفلوبي، هنا كتلقى راسك بديتي كتطور، الجسم ديالك بدا كيتغير. هنا باش كتبني ديك القوة العضلية ديالك، لأنك ما كتبقاش ثابت. إلا كنتي كتلعب بواحد الوزن معين واحد الفترة طويلة غتبقى في بلاصتك، غتبقى ثابت، وغتبقى تقول علاش انا ما كنطورش من الجسم ديالي؟ وشنو هو المشكل؟ المشكل هو هذا. الا ما كانش هذا المشكل وكنتي انت كتزيد في الاوزان، قدر يكون المشكل من الراحه، لان حتى الراحه جد مهمه. وخصني نعرف بانني ما خصنيش نتريني سيمانه كامله، خصني نتريني 4 ايام في السيمانه الماكسيموم، ونوصل لواحد الحاجه اللي حتى هي مهمه، هي الفشل العضلي. منين نكون كنتريني خصني نوصل للفشل العضلي. كل ما كتوصل للفشل العضلي كل ما الجسم ديالك غادي يتطور اكثر، لانك اذا ما وصلتيش للفشل العضلي راه الجسم ديالك ما غاديش يتطور اكثر. ولهذا كتبني القوه العضليه ديالك، كتزيد في الاوزان وكتوصل للفشل العضلي وكتريني وكتعطي الفتره ديال الراحه. كل ما كتعطيه فتره ديال الراحه اللي خص الجسم تما فين كيخدم الجسم ديالك، اللي هو كنقول لكم الاستشفاء العضلي. وسو هذا الشيء اللي كاين. يعني انا ركزت فقط على القوه العضليه باش تركزوا فيها مزيان ملي تمشي لاصال. يعني كتزيد بشويه 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 باش الجسم ديالك كيتطور اكثر. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومه هذه، لانني حاولت نشرحها بواحد الشرح اللي هو مبسط، يعني باش تفهموني مزيان، باش تعرفوا البلان ديال القوه العضليه. ودونك هادشي اللي كاين، وان شاء الله نشوفكم في شي فيديو اخر. تهلاو في راسكم. بيس.